السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا هشام ملولي. الفيديو ديال النهار هو عباره عن قصه واقعيه جرت الاحداث ديالها بمدينه فيرجينيا الامريكيه. هذه القصه هذه باش بنادم ياخذ العبره ويعرف راسو فين كيحط رجليه وما يديرش الثقه في شي واحد ويرد الانسان البال لخوتو الصغار ولوليداتو المراهقين. علاش؟ لان فتره المراهقه هي الفتره فين بنادم كتكون الشخصيه ديالو وكتدخل له واحد الافكار تقدر تكون سلبيه ولا ايجابيه. لهذا خاصنا نكونوا رادين البال لوليداتنا ورادين البال للمراهقين اللي عندنا في لونتوراج ديالنا. هذه القصه هذه وقعت في مدينه فيرجينيا الامريكيه. جوج ديال الشباب، واحد سميتو جاك واحد سميتو ستيف. هاد جوج ديال الشباب العمر ديالهم 21 سنه والثاني 21 سنه. كانوا صحاب منذ الطفوله، نظرا كيسكنوا في نفس الحي بجوج بهم من واحد الحومه شعبيه في مدينه فيرجينيا. وكتعرفوا نتوما الاحياء الشعبيه بامريكا كي دايرين. هاد الشباب هادو كانوا كيتقاسموا اي حاجه منذ الصغر ديالهم، لدرجه انهم حتى الحنان الاب كان عندهم نقص فيه. الاخر الاب ديالو متوفي والاخر الاب ديالو سمح فيهم وخلاهم، وبجوج بهم كيعيشوا مع الوالده ديالهم. وراكم عارفين نتوما في امريكان كدير 18 عام خاصك تخرج تدبر على راسك. هاد الدراري هادو الامهات ديالهم دائما كيبقاو عليهم خاصكم تخدموا، خاصكم ديروا، طلعتوا لنا في راسنا، ديروا شي حل لراسكم. هما كيمشيو كيخدموا كيدبروا على راسهم، كيصوروا 10 دولار 15 دولار في النهار، ما كتكفيهمش حتى البليه ديالهم حيت كانوا مبليين وكيتعاطاو المخدرات، والبليه ديالهم ما كتكفيهم. ديك 8 دولار 10 دولار ما كتكفيهمش حتى البليه ديالهم. لهذا ولاو كيسرقوا، ولاو كيمشيو للسوبر مارشي كيسرقوا، وفي نفس الوقت كيمشيو كيسرقوا الملابس من لي بوتيك، لدرجه انهم تشدوا عده مرات وتبراو منهم. قالوا لهم هذه اخر مره عندكم، لا وليتوا سرقتوا ولا وليتوا درتوا شي حاجه راه غادي تقدروا تمشيو للسجن. لهذا فكروا انهم يديروا شي سرقه اللي هي تكون كبيره شويه باش تريحهم واحد المده. لهذا ستيف اقترح على جاك، قال له انا يا راه واحد السيد شفتو يلاه سكن في الحومه ديال الاخت ديالي، وهذا السيد هذا بوحديته في الدار ما ساكن معاه حتى شي واحد، راه كنشوفو كيخرج وبخطرات ما كيجيش على نهار على يومين. قال له صافي غادي نتسناوه تيخرج من الدار، وراه السيد كيبان لاباس عليه من خلال السياره الفاخره اللي عنده سياره فيراري وداك الشيء. غادي نمشيو حيت الاخت ديالو هو ساكنه في واحد القنت اللي شي شويه راقي، حيت راك عارفين نتوما في امريكان كي صافي الاخت كتزوج كلشي كيتبارطاجا، العائله كتفرق. لهذا قالوا صافي خططوا العمليه ديالهم، تسناو ديك السيد بقاو مراقبينه حتى خرج من الدار. داروا لي كاغول ديالهم، دخلوا للدار سرقوا كل ما هو كيبان غالي. دازوا البيسيات، خداو البيسي، خداو التليفونات، خداو الفلوس، خداو الحوايج الغاليين، خداو بزاف ديال الحوايج. سرقوا داكشي ومشاو كيتفحصوا داكشي باش صافي غادي يفورماتيو البيسي، غادي يفورماتيو التليفونات باش غادي يبيعوهم. تيتفاجئوا شنو كيلقاو داخل الحاسوب؟ كيلقاو بان داك السيد بيدوفيل، وبانه كيستدرج المنزل ديالو قصيرين وقصيرات، وكيمارس عليهم الجنس بالقوه، وكيصورهم فيديوهات وكيبيع ديك الفيديوهات بالثمن، وداير كونت على مواقع التواصل الاجتماعي بانه قصير عنده 14 سنه، بانه قصير عنده 14 سنه، وكيتواصل معاهم وكيكسب الثقه ديالهم وكيعرض عليهم يجيو عنده المنزل، يا اما يلعبوا بلاي يا اما عنده عيد ميلاد. كل مره واش كيعطيهم؟ لقاو عنده اكثر من 10 ديال الضحايا اللي مارس عليهم الجنس ومصورهم بفيديوهات. شنو غادي يديروا؟ تفاجئوا. علاش؟ لقاو عنده بان داير موعد مع واحد الفتاه بحال دابا اليوم لا غد ليل غادي يتلاقى ديك الفتاه اللي هي قصيره عندها 15 سنه، وغادي تجي عنده للدار وهي عطاتو النمره وكلشي. شنو غنديروا؟ ما غنديروا هما ولاد حي الشعبيه، كتعرفوا ولاد الاحياء الشعبيه كيجيبوا النفس. لا ما يمكنش حنايا نبقاو ساكتين، خاصنا نديروا شي حاجه. هذا السيد هذا كيحقر على القصيرين، هذا السيد هذا بيدوفيل معتدي، خاصنا نوصلوا هذا الشيء للبوليس. جاك قال لستيف شنو بان لك نمشيو عند البوليس؟ قال له غادي نمشيو عند البوليس يقدروا ما يتيقوناش ويوليو شاديننا ونوليو حنا مسائلين ويولي هو ما صورنا حتى شي حاجه. قال له شوف، قال له حنايا نتسناوه نشدوه فاش يبغي يدخل ديك القصير ونضربوه ونتعداو عليه. قال له لا، غادي نصدقوا قاتلينه ولا غادي تولي عندنا حنا اللي غادي نوليو متورطين في جريمه قتل ولا في شي جريمه ويقلب علينا كلشي. لهذا قال له غادي نمشيو ونتقدموا للشرطه، وغادي نقدموا لهم الشرطه وغادي نعطيهم هذا البيسي هذا وغنعاود لهم شنو وقع. تيقونا هو هذاك، ما تيقوناش ما اننا نديرو. المهم خاصنا نعتقوا هذا الشباب هذا ونعتقوا هذا المراهقين من هذا الوحش الادمي هذا. داكشي اللي داروا، مشاو عند البوليس قدموا راسهم. لحسن الحظ الشرطه تيقاتهم، شافت الحاسوب، شافت الفيديوهات ديال القصيرين اللي ديك البيدوفيل كيمارس عليهم الجنس، تيقوهم قرروا يعتقلوا ديك السيد. مشاو رصدوه، خلاوه حتى قد يجيب ديك القصيره وشدوه في حاله تلبس. وبالفضل ديال ديك الجوج ديال الشباب ديال جاك وستيف، القاضي
قرر انه ما يتابعهمش بعقوبه سجنيه ولا عقوبه ماليه، وعطاهم 12 شهر ديال الاعمال الخيريه بالمدينه. يعني يديروا اعمال خيريه بالمدينه، ينظفوا المدينه، يتعاونوا مع الناس ديال المدينه، اي حاجه عمل خيري في المدينه يتعاونوا فيه لمده 12 شهر. لحقاش داروا واحد الموقف اللي هو رجولي وبطولي، وضحاو بالحريه ديالهم باش يعتقوا القصيرين من الانياب ديال هذا البيدوفيل هذا. نتمنى القصه ديالهم تكونوا استفدتوا منها، ويرد بنادم شويه البال لخوتو الصغار المراهقين لوليداتو، لحقاش حنا كيحشي وجههم في ديك التليفون ولا في الحاسوب ما كتعرفوش شنو كيدير. خاص تكون شويه ديال الرقابه من الوالدين ومن الاخوه الكبار. خوك صغير ماشي راه عنده تليفون تخليه يدير ما بغا، كونطريلو التليفون ديالو، شوف الميساجات، شوف مع من كيهضر، ما فيها باس. نتمنى خوتي تكون القصه ديالهم استفدتوا منها، وخليوا ليا شي تعليق زوين، ولا عنده شي قصه ولا شي حاجه يدخل عندي الانستغرام ديالي غادي نخليه في الوصف ويعطيني القصه، ونشوفوا في قصه جديده وتهلاو ليا في راسكم.